زي ما قلنا هذه الطريقة راح تنبت لك شعرك وتكثفه وتطول، تطلع لك البيبي هير من ثاني اسبوع. كيف؟ ما في شيء مستحيل، انا معايا ما في شيء مستحيل. اعيد الخلطة بسرعة. الله يسعدكم يا بنات. شوفوا جبنا زيت الخردل البنغلاديشي، وين موجود؟ هذا موجود بكل العطارين. قولي اعطيني زيت الخردل. شوفوا كيف شكله، وهذا غطاه كذا شكله، يجي منه صغير وكبير. تفضين نصه، تفضين قصدي ربعه، وتحطين ملعقه محلب مطحون، ملعقه بذره الكتان مطحونه، ملعقه اكليل الجبل مو مطحون، ونص ملعقه قرنفل مو مطحون، تحطينه داخل. طيب انت ما جبتي لنا شيء جديد؟ لا، في شيء جديد، يكثف يطول ينعم، شعرك بيصير باروكه، وبتودعين كل التاجرات بتقولي لها روحي انت وخلطتك. تجيبين هذا اللي قلنا عنه، زيت كبد الحوت، كل الصيدليات كم سعره؟ 55 ريال. وش يسوي؟ يكثف ينبت يطول ينعم، كل عجائب الدنيا في هذا الزيت. اسمه 7 سيز. راح انزل لكم كل المكونات مصوره في البرنامج الاصفر، ضيفوني هناك ما راح تندمون. كل شيء انزله هناك بحذافيره، هنا ممنوعه من حاجات كثير. خلصتي الحين الخلطه بعد ما حطيتيها هنا داخل، وش راح تسوين حبيبتي؟ راح تجيبين 15 الى 20 حبه من ال7 سيز هذا كبد الحوت،